ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يلا بقى تابعوا معايا الفيديوهات وهنزل لكم كتير. نزلنا بقى جبنا مشتريات، جبت بسلة وجبت فلفل اخضر واللي هو القطب الرومي ده، وجبت بتنجان. بصوا بقى الاسعار ايه، يعني مش في كل مكان زي بعضه. البسلة عندنا ب30، البتنجان ده كان ب5، الفلفل كان ب15. وجبنا كمان كوسة، انا جبت نص، برضو ب15 جبت نص، والجزر ب10، والطماطم الكيلو ونص ب10. انا جبت من اتنين، يعني من اتنين بيبيعوا الحاجات دي. وجبت خيار وجبت ليمون وجبت مكرونات، حاجات بقى في البيت، وبصل وجرجير، حاجات كنت محتاجاها في البيت. فالتلاجة بصراحة كانت فاضية، فقلنا ننزل بقى نجيب شوية حاجات وفاصوليا ولوبيا مع المكرونات والرز والحاجات دي. وهنا قلنا نقوم نعمل الأكل. خرطت البصلة، وهنا غسلت البسلة وقطعت عليها الجزر والطماطم عشان اضربها. وخدت معلقة سمنة محترمة كده على البصلاية بعد ما قطعتها. ماشي، هنقوم بقى نحضر الاكل كده، عشان كانت ماما في اليوم ده هي واخويا جايين لي. فقلنا نقوم نعمل اكل، وكان اول اكل بقى ايه في الشقة الجديدة. وهنا بصوا لازم اشوح البسله والجزر كده، عشان البسله وهي طالعه جديده تحسيها ان هي ناشفه، فلازم اشوحها اديها تشويحه مع البصله. وانا هعملها ني في ني، ورحت حاطه القوط عليها. وهنا في حله تانية خرطت برضو بصلايه وحطيت عليها ايه القوط، هسيبها تتسبك مع بعض عشان هعمل فيها الكوسه. وقلت اعمل شوربه خضار لليندا، بصراحه كانت عايزه شوربه خضار. فاخدت من البسله والجزر وقطعت وكوسه وقطعت عليها بطاطسايه كده لولو، عشان ايه كانت دافيه شويه، فقلنا نعمل لها حاجه. وهنا بصوا البسله بقى ايه، نحط عليها معلقه فلفل اسود محترمه كده. الفلفل الاسود ده يا بنات كان حراق. وهنا برضو في نفس الحله اللي هي بتاعت التسبيكه، احط عليها برضو فلفل اسود. وفي الشوربه بحط فلفل اسود وشطه وكمون وكزبره. وهنا هعمل الرز، طبعا كلكم عارفين طريقته الشعريه، ونحمرها بسمنه وزيت، وبعد كده بننزل عليها بالرز والبسله. وهنا نزلنا جبنا لحمه بقى، ما كناش جايبين لحمه، فنزلنا جبناها. طبعا انتوا عارفين ان كلكم هتقولوا لي حطي في البسله لحمه، ما حدش بياكل لحمه عندي في الطبيخ، انا بحط بس الحتت البيضه كده. بصوا هنا هبدا اعملها اللي هي الطاجن اللي يخني يعني، فهديها سلقه الا يعني تكون مش بتستوي. واخرط معاها بصلتين حلوين اول ما تبتدي ان هي خلاص تخش على سوا، واقطع معاها طماطميتين وقرن فلفل اخضر وورق لورا وملح وشطه وفلفل اسود ومكعب مرقه، واحطها. وهنا عملت حبه ايه لسان عصفور كده، يعني مع مع شوربه الخضار للبنات. وهنا كان اكلنا بالهنا والشفا، كان بقى رز وكوسه وبسله وشوربه خضار وسان عصفور ولحمه. ده كانت اكلتنا ايه في اليوم ده. بصراحه ما عملتش ولا مكرونه ولا اي حاجه، اني كانت لسه في حاجات كتير عايزه تترتب في اماكنها. وجينا بقى بالليل في السهره كده، كنت جايبه بطاطا غسلتها كويس، وحطيت عليها نص كوبايه الميه ومعلقتين كبار سكر، وغطيتها وسبتها. وفي الارض بتاعه الحله فرشت ايه ورقتين من الكراسه كده يكون بيض يعني، وايس كريم بالليل. انا عارفه الجو برد، ويا بنات الطماطم هتغلى، فنزلت جبت كده ايه حبه طماطم، ما جبتش قفص ولا عدايه ولا اي حاجه. انا جبت 10 كيلو، قلت هجيب 10 في 10 وهعمل. جبتها ب6 ونص، وده كان تاني يوم، وبرده كنا رايحين لماما.